كلمة لإيه؟ ألف ألف مبروك. إحنا بنسعد بافتتاح المعرض القدسي الجميل ده، وربنا يوفق عم حسن وعم الحاج مجدي، وربنا يا رب يتممه على خير إن شاء الله. ممكن بس سيادة النبي يقول كلمة للناس الافتتاح؟ أنا سعيد النهارده بافتتاح العمدة مجدي واخواته لشركة القدس فرع جديد بكرداسة. ويعني ان شاء الله انا دخلت شفت شيء مبهر. المنتجات المصرية، شركات اللي هي زي الكليوباترا وبعض الشركات، شفت شيء جميل ان شاء الله. يعني وصلنا للعالمية بالمعرض ده، ان احنا يعني معارض فيه كل شيء ان شاء الله. بنتمنى له كل خير، وبنتمنى وبنطلب منه ان كل جديد يعرضه لخدمة أهالينا في كرداسة وأهالينا في كل المراكز التانية زي الهرم، كل الأماكن اللي هي يبقى منفذ بيع. ويا رب طبعا يبقى كل شيء متاح لأي حد عاوز أي حاجة في الاقتصاد المصري، فإحنا بندعمه وبنقول له يعني إن شاء الله ربنا يوفقك وأنت وإخواتك وولادك يا رب العالمين. وأنا بهنيه النهارده على الافتتاح، وشكرا يا حاج مجدي على المنظر الجميل المبهر. السلام عليكم. احنا متشكرين جدا لسياده النائب بحضوره وتشريفه لنا، وبنشكر كل اهالي المنتجه مركز كرداسه كله على الدعوه الكريمه اللي انا دعيتها لهم. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم وجزاهم الله عنا كل خير، وشرف لينا اللي هم حضروا. وانا فخور باهلي وعشيرتي كلهم محترمين، ولهم مني كل الشكر والشكر الجزيل. الشكر الجزيل ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للأستاذ الباشمهندس حسن واخواته كلهم الجمال ان شاء الله تبارك الله. حاجة جميلة جدا والله ما شاء الله. معرض سيراميكا القدس بسم الله ما شاء الله، حاجات تفرح جامد يعني. شكرا. ألف ألف مبروك للحاج مجدي والباشمهندس حسن وكل أهل عيسى وكل أسرة القدس. نورت يا حاج محمود، وإن شاء الله نبارك في كل الأفراح كلها. ألف 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 مليون مبروك للحاج مجدي والباشمهندس حسن على الافتتاح ده. وبصراحة الناس دي يعني من الناس المحترمة، ولهم فضل كتير في حاجات كتيرة بصراحة عملوها. يعني اخر حاجه كانوا عاملينها يعتبر الحدث اللي عملوه في بني مجدول في مسابقه القران الكريم. والف الف مليون مبروك لشركه القدس والحاج مجدي عبد الحي والباشمهندس حسن، وربنا يا رب يجعلها فتحه خير عليهم كده. الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله شركه القدس والحاج مجدي والباشمهندس حسن والباشمهندس، ومتشكرين على الاستقبال الجميل. الف مبروك. ألف ألف مليون مبروك لعم الحاج مجدي، ودايما بالتوفيق والنجاح يا فتح الخير علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها، آمين يا رب. ماشي يا حاج. ربنا يا رب يوفق للحاج مجدي والباشمهندس حسن، وربنا يديهم الصحة، ونحمد الله على الافتتاح العظيم. يعتبر حاجة مشرفة لمركز كرداسة كله ومحافظة الجيزة، يا رب بالتوفيق إن شاء الله. والله مكان 10/10 ومكان على مستوى عالي. وبارك لكل الاستاذ مجدي عبد الحي والاستاذ حسن عبد الحي ومحمد مجدي، والف الف مبروك.